ابو عبد الله ايش فايدة الازلة؟ ابغى تعلمنا ايش فايدتها. اي والله اعلمكم الحين. عندك مثلا حظيرتين، حظيرة هلولة حط بها 5 علب من هذا من العلف، الحظيرة الثانية 5 علب، كم طلعن؟ طلعن 10 علب. خلكم معي ذولا. هذه كم؟ 1. هنا كم؟ 2. هنا كم؟ 3. هنا كم؟ 4. هنا كم؟ 5. 5 وش علب، يعني حقت وش؟ حظيرة 1. إذا خلطنا معاها الأزلة كم تصير حقت حظيرتين. شوف زي كذا. لو نعزل هذه كذا، تعال لو نعزل هذه كذا ونعبي هذه 1، هذه 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5، هنا 6، هنا 7، هنا 8، هنا 9، هنا 10. هنا 11. كم حطينا من العلب؟ حطينا 5 علب بروتين، وحطينا شوي من الأزلة. كم طلعت معنا النتيجة؟ طلعت معنا النتيجة 11 علبة. طيب أبو عبد الله العلف ما يكفي، ما هو زايد، ما أدري شنو. شوف العلف، شوفوا العلف، هذا هو، شفتوه؟ هذا هو. هذا نقدمه على طول، خليه ياكل على طول. الحين عرفت فوائد الأزلة، هذه فوائد الأزلة. طبعا ترى حلال كامل إلا الحمام، ما جربت. أتكلم عن الدجاج بشكل عام، الرومي بشكل عام، واللي ينبسط عليه أكثر وأكثر وأكثر اللي هو البط. يعشق شيء اسمه أزلة، والأزلة من السرسخيات، مدري خرسيات، من شو اسمها، نسيت اسمها والله. فمن عشاق البط الخلطة هذه، يعشقها بالحيل بالحيل بالحيل، يعشقها البط. طبعا ترى وازع الأزلة، شوف وازع عندي. ما ذكرنا بعد ان بروتينها انه عالي، هم يقولون بروتينها 40 او 35، انا ابغى منها بروتين الله يجزاها الخير، ابغى بروتين 21 ممتاز، ولا هم بالكتيبات وانا قريت عنها، وهذا البروتينها فوق 30 الى 40. انا شو ابغى منها؟ الله يبيض وجهه اذا جابت لي بروتين 22 21 22 23، ما ابغى غير الشيء كويس، خير وبركه. كذلك للمعزه، كذلك للبقر. وبعد القرايات عنها انها مضره للحليب. هذه الأزلة ما شاء الله تبارك الرحمن.